هذه المرثية كتب كلماتها الشاعر حسين الريمي على لسان الأخ أسامة السماوي، وهي رثاء في أبوه أحمد السماوي رحمة الله تغشاه. ألحان وأداء عبد الكريم الشجني. تسجيل استوديو أنغام صنعاء، المهندس حسين الريمي. ألا يا خالقي جيتك وقلبي يشتعل بالنار، ودمع العين يقرقني وفي صدري 100 علة. يتيم الأب بات الليل هلوس شارد ومحتار، أفكر في الوداع اللي جرحني جرح ما مثله. تركني والدي وحدي أواجه قسوة الأقدار، وحلمي في الحياة تبدد بيما والدي رحله. فاطر كبدي وطحالي وخلاف بي 3 أكسار، وأول كسر في الخاطر يحطه تحتوي شله. وثاني كسر في ظهري ظهر في ساعة المقبار، وثالث كسر في راسي كأن إنسان فقد عقله. تركني والدي الغالي وحزني صار كالإعصار، رحل أحمد أبي فجأة وأنا يا ناس في غفله. أبو أسامة السماوي قاب وقاب الفرح وسط الدار، وفي موته أسامة صار يعيش مجروح في عزله. شريد وحده في الدنيا يعاني بعد ما أبوه سار، يشيل الحزن كالأثقل وزاد القهر فوق حمله. حازن مقبون من بعده وحمل الهم فوقه جار، وما عاد زد هني نومه ولا شربه ولا أكله. فؤاده من كسر مقلوب ودمعه في الخدود منهار، وحاله كل يوم أسوأ من اليوم الذي قبله. راحل من كان له مسناد ومن كان سيفه البتار، أبوه مات وانطفى نوره وظلام بيتهم كله. وكل واحد من أخوانه بضيق دايم مدى الأعمار، أسامة وأخوته في حزن من يوم ما أبوه رحله. في مسكين الذي قد صار يتيم الأب كم يحتار، فراق الأب ما أكسى ومن فارق أبوه مله. رحيلك يا أبي أحمد لا يا ليت ما كان صار، ويا ليته مجرد حلم والصايقظ من الغفلة. ألا يا كم قد تمنيت تشوفك يا أبي الأنظار، يا ليتك تعود الأنواق وسرجلك 100 قبله. فراقه هد روحي هد وطفى الضوء والأنوار، وأحرقني بنار الشوق وأشعل داخلي شعله. ألا يا من علمت الحال أنا أرجوك يا جبار، تصبرني على الدنيا دعيتك متجه قبله. بأن ترحم أبي يا رب وتنجيه من عذاب النار، وتجمعنا في الفردوس بقرب المصطفى وأهله. بقرب المصطفى وأهله.